هتخش على الاكونت من دول، هتلاقي ان الاكونت ما شاء الله يعني حاطط صور وحاطط ريلزات كتير قوي، ومع تحديثتك للصفحه برضو هتلاقي الفولورز كتير بتجيلك، مش بس مثلا ال50، لا هو بيبعت لك كمان اكتر من كده وبدون حساب وهمي. ركز في النقطه دي كويس جدا لان هم موقعين مش موقع واحد. وهتلاقي الاكونتات معظمها منزله فيديوز، منزله ريلز، اكونتات متفاعله، مش شرط تكون عرب، المهم انها متفاعله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا شباب، اخباركم ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير وباحسن حال. معكم بيدو حسن. في الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم عن موقعين. اول موقع تقدر من خلاله تزود عدد متابعينك على الانستجرام وفي نفس الوقت برضو عدد لايكاتك، ده هتستخدم له حساب غير اساسي. بمعنى اصح هتتابع فيديو انك ازاي تنشئ حساب غير اساسي او حساب وهمي، وهتبدأ بعد انشاء الحساب الوهمي ده تسجل في موقع النهارده اللي هو اول موقع. ركز معايا كويس جدا. بعد ما تستفيد من اول موقع هتستفيد من تاني موقع اللي هو بدون حساب وهمي، هو بس محتاج منك اسم المستخدم المراد الزيادة اليه. وحابب برضو انك تقول لي الستايل بتاع التصوير ده احسن واهدى ولا الستايل التاني، علشان فعلا رايك بيهمني جدا جدا. صلى على النبي واذكر الله عشان ربنا يبارك لنا في اللي احنا بنعمله. وفي نفس الوقت برضو حاول انك انت تتفاعل مع الفيديو بلايك او بكومنت، ده بس علشان يوصل لاكبر قدر من الناس المهتمه. ده بالنسبه للشغل المجاني. بالنسبه للشغل المدفوع، انك عايز تشتري متابعين مصريين مثلا، او حتى ناس تتفاعل مع المنشورات بتاعتك، او حتى انت مش حابب تجمع نقاط او حتى تسجل باكونت غير اساسي، فحابب انك تلجأ مثلا لانك تدفع فلوس ل1000 متابع او 2000 او حتى 100,000. ركز بقى في الفيديو اللي جاي ده علشان انا برشح لك شركة مميزة جدا تقدر تشتري من خلالهم فولورز او لايكات او حتى تعمل اعلانات ممولة لنفسك. الشركة دي بتقدم لك اولا عرب ومصريين متابعين للفيسبوك للصفحات والاكونتات، نفس النظام على الانستجرام، نفس النظام على التيك توك، نفس النظام على السناب شات وكمان التويتر. ده رقمهم قدامك على الشاشة، التواصل على الواتساب فقط. وحبايبنا برضو اللي بيصعب عليهم نقل الرقم من على الشاشة، هسيب لك لينك المحادثة في اول كومنت مثبت، لينك يعني رابط، بتضغط على الرابط ده بيوديك مباشرة على خدمة العملاء الخاصة بالشركة دي. قول لهم ان انت جاي من طرف بيدو حسن حبيبك عشان يظبطوا معاك الاسعار ويظبطوا لك الدنيا. اضغط على اول تعليق مثبت، هتلاقي اولا رابط الشراء، ثانيا رابط المنصه او المنصتين اللي احنا بنتكلم عنهم النهارده، ثالثا بقى تليجرام، انستجرام. عيش يا باشا في اول كومنت مثبت. تابع بقى مع الشاشه دي عشان هتوضح لك كل حاجه. مبدئيا كده هندخل على الموقع المراد الزياده اليه. الموقع الاول، ركز معايا علشان هما موقعين مش موقع واحد. هندخل على الموقع بالشكل ده، هنحدث الصفحه بكل سهوله وبكل بساطه. انا مش من النوعيه اللي بنزل لك فيديو من الفيديوهات واقول لك اشترك في القناه علشان تحصل الرابط، انا مش كده. حاول ان انت تقدر القناه وصاحبها بلايك للفيديو علشان انت بتتحصل على المواقع اللي زي كده بكل سهوله وبدون اي تعب، انت فاهمني، بشكل مباشر. هتبدا تضغط على الموقع اللي هو اولا. طبعا لو عايز تشتري بالليره التركي ماشي، مش عايز وكمان انا مرشحلكش انك تشتري، ابدأ ان انت تسجل بالشغل المجاني. ده اول موقع. في موقع تاني، ركز لنهاية الفيديو. هتضغط على كلمة مدخل وبعد كده هتدوس على اسم المستخدم وكلمة المرور. لو سمحت ما تسجلش بحسابك الاساسي، سجل بحساب غير اساسي او حساب انت مش بتستعمله، علشان بعد كده لو اتغيرت كلمة السر او حصل مشكلة في الاكونت تبدأ ان انت تعمل يعني تسجيل خروج وما يهمكش الامر. زي ما انت شفت كده طريقة عمل او انشاء حسابات وهمية بفيديو قدامك، ابدأ شوفها. اولا ده حساب وهمي، انا سبقتك وعملت حساب بحيث ان انا اسبقك بخطوة، وهسجل اهو اسم المستخدم كلمة المرور قدامك. لو انت برضو عايز تستفيد من الحساب ده انا ما عنديش اي مشكلة وما عنديش ادنى مشكلة. هتخش كده باسم المستخدم وكلمة المرور وهتنسخ وهتلصق في المكان ده كده، بيقول لك كلمة المرور، هتحط كلمة المرور وتضغط على كلمة تسجيل الدخول. يبقى احنا كده سجلنا بحساب غير اساسي وفي نفس الوقت برضو ما ضرناش حسابنا الاساسي. بعد التسجيل بيقول لك قد يستغرق تسجيلا وقتا طويلا، هي تقريبا 15 ل 20 ثانية زي ما انت شفت قدامك كده. تمام. عايز تزود اللف، بيديك عدد كريدتس او عدد نقاط لتزويد اللف. بتبدا ان انت تختار عدد الكريدت ده وتزود، وليكن مثلا لاف، فولورز، مشاهدات فيديو، ايا كانت الخدمه اللي انت حابب تزودها هتقدر تزودها بكل سهوله. هندخل على الاكونت الاساسي بتاعنا بشكل اللي حضراتكم شايفينه ده كده. انا مثلا هزود الصوره ديت عدد اعجابات او عدد لايكات. بتبدا تضغط على علامه السهم دي، بتحط رابط الصوره بتاعتك في المكان ده كده وبتضغط على البحث عن وظيفه. بعد كده بيقول لك هنا حط لي الكريدتس اللي انت حابب تسحبها لوصول عدد اللايكس بتاعتك. هتحط له هنا الكريدتس كلها اللي موجوده عندك اللي هو حاططها لك، وهتبدا تدوس على العلامه دي. ده لو انت عايز لايكات هتلاقي ان هو حاز على منشورك
باعجاب كذا كذا، واللايكات وصلت زي الفل. طيب بالنسبه للفولورز، هتخش كده على قسم الفولورز، بيقولك هنا اسم المستخدم، هتحط له اسم المستخدم المراد الزياده اليه، اسم المستخدم بتاع الحساب الاساسي بتاعك. تمام زي ما انت شايف قدامك كده، هتغير بس العلامه دي وهتبدا تكتب 200 كريدت. هتنتظر مع الموقع، ما تخرجش من الموقع لحد ما يخلص عدد الثواني اللي هو حاططهم لك. اوكي، طبعا هنا مديك 113 ثانيه انتظار داخل الموقع، ما تخرجش خالص. اوكي، بعد طبعا ما قفلت الفيديو وفتحته علشان توفيرا للوقت وللمجهود، قدامك اهو لو دخلت على الاكونت بتاعنا وحدثنا تحديثه بسيطه، هو التحديثه اصلا بدات انها تجيب عدد اهو، والعدد بيوصل ببطء شويه في الموقع الاول. الموقع التاني بيوصل خلال من دقيقه لثلاث دقايق، بيبعت لك كمان عدد حقيقي اجنبي، وهتشوف معايا دلوقتي في فيديو النهارده وفي طريقه النهارده. زي ما انت شفت كده الاكونت حاطط ستوري، في نفس الوقت برضو زي ما بقول في كل فيديو ان الاكونتات بتكون شكلها محترم، ما بيكونش فيها اي حاجة خارجة، لا صورة مش كويسة ولا حتى منشور مش اوكي. تمام تمام، انت كده قفلت اللعبة وقفلت اول موقع. طيب نتكلم عن تاني موقع، خلينا نتكلم عن تاني موقع. اولا تاني موقع هتلاقيه في اول كومنت مثبت، بيقولك هنا انك تقدر تحصل من 10 ل 50 متابع مجانا وبدون حساب وهمي. اوكي، هتحط اولا هنا يوزر نيم المراد الزياده اليه للاكونت المراد الزياده اليه، اللي هو اكونتك الاساسي، اكونت صاحبك، اكونت اخوك، المهم يكون اكونت تزودوا عدد فولورز. وهنا بيقولك حط لي جيميل، روح على الجيميل بتاعك، هات ايميل حقيقي متاكد عندك على الموبايل، وبتبدا تحطه هنا في المكان ده، وتدوس انا لست برنامج روبوت، وفي نفس الوقت برضو تاكد على اسم المستخدم. تمام، بعد كده بتضغط على كلمه كونفيرم، بيقولك هنا انتظر معايا، اللي هو بليز ويت سكندز، ان انت تنتظر 120 ثانيه. تمام، ما تطلعش من الواجهه دي بعد ال 120 ثانيه، لانه هيجيب لك بعدها، هقفل طبعا الفيديو وافتحه تاني علشان هيجيب لك بعدها انك تاكد رساله الجيميل اللي هتجيلك على الجيميل اللي انت حطيته، علشان يبعت لك العدد بكل سهوله وبكل بساطه. طبعا انا بعد ما قفلت الفيديو ظهر قدامك كده ان بقالي ثانيه او بقيلي ثانيه علشان اسجل. طبعا هنا بيقول لك بقى قم بتاكيد بريدك الالكتروني، وهيجيب لك من 10 ل 50 متابع مجانا بدون اي فلوس، بدون اي تكلفه اصلا. تمام، خلينا نخش على الجيميل اللي احنا اكدناه على الموقع ده. هنبدا ان احنا نلاقي الجيميل اهو ميجا فيمس بليز فيريفيتي، يعني لو سمحت اكدني. هتخش كده بعد ما اكدناه وضغطنا على كلمه هير، بيقولك هنا ثانكس فور كونفيرمينج يور ايميل، your likes has been delivered في خلال 15 دقيقة تقريبا، خلال يعني ممكن بعد من دقيقتين ل7 ل8 ل11 على حسب بقى الوقت بتاعك. زي ما انت شفت اهو، انا ما بتكلمش معاك اي كلام، العدد وصل في موقع النهاردة زي ما فهمتك بحساب وهمي، وفي موقع تاني بحساب الاساسي بدون اي حاجه وبدون تسجيل. بتبدا بس تاخد اليوزر نيم بتاعك وتزود له او تزود له عدد فولورز، وبالشكل قدامك ده كده. اوكي، ده بالنسبه للموقع الاول والموقع الثاني، وفي نفس الوقت طريقه الفولورز واللايكات في الموقعين ناجحه بنسبه 100% ان شاء الله. تمام، اهو هتخش على الاكونت من دول، هتلاقي ان الاكونت ما شاء الله يعني حاطط صور وحاطط ريلزات كتير قوي، ومع تحديثتك للصفحه برضو هتلاقي الفولورز كتير بتجيلك، مش بس مثلا ال50، لا هو بيبعت لك كمان اكتر من كده وبدون حساب وهمي. ركز في النقطه دي كويس جدا، لان هما موقعين مش موقع واحد. تمام، وهتلاقي الاكونتات معظمها منزله فيديوز، منزله ريلز، اكونتات متفاعله، مش شرط تكون عرب، المهم انها متفاعله. ده كان كل حاجه في فيديو النهارده، اتمنى بجد تكون استفدت مني اي حاجه في الفيديو، علشان هتعمل لايك شير سبسكرايب، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.